تلقائيا ومثل الكثير من الأقليات الموجودة في الولايات المتحدة، يختار الكثير من المسلمين الاستقرار بأحياء معينة، وهذا خيار عادة ما تمليه ظروف الوصول من البلد الأصل وبداية الاستقرار. حي فورس شيرش وهو من بين أكبر الأحياء في ولاية فيرجينيا تحديدا في شمال هذه الولاية، تقطنه غالبية من الأمريكيين المسلمين، الكثير منهم من العرب. نحن هنا لأجل أن نروي حكاية تعايش بطلتها المغربية الأمريكية فاطمة الروخة التي سنزورها بعد قليل. استقبلتنا السيدة فاطمة ببشاشة وكرم عربي إسلامي للضيف. البيت تغلب عليه التفاصيل والأشياء الإسلامية والعربية تحديدا المغربية، وتعكس بعض الأمور ارتباطها الكبير بدينها الإسلامي. وجدناها برفقة أختها التي تزورها من فترة إلى أخرى، كلاهما ترتديان الحجاب الإسلامي. أردت أن أسأل بداية كيف اختارت أن تصبح بصفة أمريكية مسلمة؟ اختاريت باش نجي صراحة ما كانش فكرة جات هكذاك ما سميتو من السوم اللي كنت أنا في أبو ظبي وكنت خدامة هناك، ومن بعد جاتني الفرصة أنني واش نمشي لأمريكا أو لأوروبا، فاختاريت أمريكا. الشيء الجميل أن يعني الناس في قمة الاحترام، في قمة الأدب، في قمة الأخلاق. بالنسبة للمسلمين الأمريكيين إجمالا وبحسب ما عايشته، تعتقد فاطمة أن هؤلاء يساهمون بشكل فاعل في نمو وتطور البلد الذي اختاروه موطنا لهم، وتؤكد على أن الأمريكيين من أصول عربية وإسلامية هم من أسرع الأقليات اندماجا. سريعين، لأنهم سريعين وأنهم مستعدين يتعايشوا ويتأقلموا وفيهم حماس كبير أنهم يوصلوا للهدف ديالهم. بديت مشيت للمدرسة باش نقرأ. حسيتي بأن التعلم سهل جاك سهل، يعني كنت سريعة التعلم سريعة؟ لأن كانت عندي رغبة. العمل بجهد وكد، تلك هي الميزة التي تؤكد عليها فاطمة. ما فهمته ربما هو تفضيل العمل بسرعة على حساب مواصلة الدراسة وتحصيل شهادات عليا. تزوجت السيدة فاطمة بأمريكي مسلم من أصول مصرية، تؤكد أن وضعها مريح جدا، وأن لا وجود لأي تعارض بين تدينها والتزامها بالتعاليم الإسلامية واندماجها وخدمتها للمجتمع الذي تعيش فيه. طبعا لأن مادام غيفود ما كيفيدوا أنفسهم حتى كيفيدوا المجتمع اللي هم عايشين فيه. تتابع فاطمة الأخبار وتطورات الأحداث، وتبدي حول ذلك نظرة سلم وتعايش واندماج وولاء للبلد الذي حملت جنسيته. أنت ما تشوفيش أنه في تعارض ما بين مثلا ثقافة الإنسان ودينه وهذا البلد مثل ما؟ لا 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 هذا البلد مادام فيه حرية، آه، حرية الفكر، حرية اختيار الديانة، احترام الديانة، احترام العقيدة، وعلاقة طبيعية مع الاحترام. عندي أصدقاء أمريكان، عندي أصدقاء عرب من جميع الجنسيات، الكل بيحترمني بزيي بحجابي، ما لقيت مشكل يعني. حتى أنا بالنسبة لي الدين دين الوسط. تعمل السيدة فاطمة في مجال التعليم وتنتمي لهيئة التربية والتعليم الحكومية لولاية فيرجينيا. قبل المغادرة أصرت السيدة فاطمة أن نتناول وإياها طعاما مغربيا، الطاجين، أعجبنا به دون مبالغة ثم غادرنا. خالد بن طويلة، لليوم على الحرة، من شمال ولاية فيرجينيا.